للأسف جماهير اتحاد جدة ما تجيش نص جماهير الإسماعيلي عندنا في مصر. رغم من ذلك لما صلاح رفض العرض المهول من اتحاد جدة عشان خاطر ينتقل من الليفربول على اتحاد جدة، عملوا عمايل كبيرة وصلت انه يعيبوا في الدولة المصرية. طبعا انجازاتنا القديمة معاكم هي اللي هترد، ولكن بتكلم كورة دلوقتي. محمد صلاح اوريدي خلاص مش هيسيب الدوري الانجليزي عشان خاطر هو رافض يلعب في اي دوري تاني الا غير لما يكمل اهدافه في الدوري الانجليزي. وفي اهم هدف ناقص لمحمد صلاح وهو احسن لاعب في العالم، عشان كده هو مكمل في الدوري الانجليزي. مهما يجي العرض الفلوس ممكن تروح حيث اتت، ولكن يفضل محمد صلاح شامخ على عرش الكرة الانجليزية. عشان خاطر كده بقول جماهير الاتحاد جدة لا، اهبطوا شوية، اهدوا شوية، شوفوا محمد صلاح رفض العرض ليه. الفلوس مش كل حاجة، الفلوس ما بتبنيش رجالة، الفلوس ما بتعملش لاعب كرة قدم، لا بالعكس. لاعب كرة القدم لو خلى هدفه في الفلوس مش هيوصل للي وصل له محمد صلاح. عشان كده بقول شابوه محمد صلاح، هرد لك اتحاد جدة أو نادي اتحاد جدة، ولكن جماهير اتحاد جدة القليلين اللي هم خدوا الموضوع بحزازية بكلام مش حلو على مصر وعلى المصريين. لذلك بقول الانجازات اللي كنا بنعملها معاكم زمان هي اللي هترد، مش احنا دلوقتي. احنا حاليا بنتكلم كورة زي ما انا قلت. محمد صلاح باقي في الليفربول، ولو اني عندي كتير علامات استفهام على يورجن كلوب في تعامله مع محمد صلاح، وخصوصا اول مباراة امام تشيلسي لما خرج صلاح. كان المفروض يبقي على صلاح عشان خاطر ياخد الثلاث نقاط، هو كده ناقص نقطتين على مانشستر سيتي. عشان خاطر كده بقول يورجن كلوب يشيل اول تعادل امام تشيلسي لليفربول. المفروض محمد صلاح ما يقعدش على الدكه ما دام هو سليم. يورجن كلوب لو ما تعادلتش مع محمد صلاح قادر انه يطيح بك من الليفربول، ومجلس اداره الليفربول مش هتسلم في محمد صلاح. عشان كده بقول يورجن كلوب لازم تعدل من اوضاعك مع محمد صلاح وتديه الكميه الكامله بتاعته، وتشوف ناس تخدم عليه زي ما انت عاوزه يخدم على باقي اللاعبين بسروهات وباسيستات. لا، خلي لعيبه تخدم على محمد صلاح اكتر وتسلمه الكوره صح، لان محمد صلاح اللعيبه عندك مش عارفه تسلمه الكوره صح. عشان كده بيهدر فرصه واثنين وثلاثه، انما اسيست محمد صلاح ما بيخرش الميه. يا كلوب لازم يا كلوب تخلي بالك للحته دي. ومحمد صلاح مش هو اللي يقعد على دكه الاحتياطي او يخرج من المباراه. محمد صلاح بطل العالم حاليا او نجم ليفربول حاليا، ما ينفعش تبدله في نهايه المباراه او بداية الشوط الثاني. تبقى على محمد صلاح لحد ما يجيب لك الفوز، سواء بأقدامه أو أسيست بأقدام زمايله.